أنا الدكتور ياسر هشام السلومي، طبيب أسنان منطقة القحطانية العسبية. هلا احنا بدنا نحكي عن موضوع فيروس كورونا. فيروس كورونا منتشر في معظم دول العالم المتطورة والنامية. فباعتبار هالفيروس منتشر بشكل شديد وبشكل عبرت عنه المديرية منظمة الصحة العالمية انه فيروس يعتبر وباء عالمي، كان من المفروض انه كدولة يعني كمنطقة بدنا نتخذ الإجراءات الاحترازية، نسميها الاحترازية، ولو أنه إلى الآن لم تسجل أي حالة في دولة سوريا. طبعا احنا مشان المجموعة من الإجراءات الوقائية الاحترازية اللي لازم ندقق عليها هي منع التجمعات. منع التجمعات طبعا سواء كانت التجمعات بمناسبات أفراح أو أحزان. يعني موضوع التعزية لازم أدقق عليه. موضوع التعزية قدر الإمكان في هذه الفترة يجب أن تمنع التعزية، أو من المقبرة ينتهي العزاء، ويمنع المصافحة، تمنع المصافحة، ويمنع التقبيل أيضا في منطقة العزاء. وإذا كان لابد من وجود أي تجمعات المفروض يستخدم الشخص الكمامة، يعني في الأمور الاضطرارية. بالنسبة لموضوع التعقيم الأيادي، هاي بالنسبة للناس يعني تعقيم الأيادي الغسيل بالماء الصابون بمدة لا تقل عن دقيقتين بشكل متواصل بشكل دائم، قبل الطعام وبعد الطعام، بعد المصافحة، استخدام المطهرات الكحولية لتعقيم الأيادي، واستخدام الكمامات مثل ما قلنا في حال الاضطرار للازدحام. هذا بالنسبة لموضوع تعقيم الأيادي. التركيز على الأطفال هم الأطفال والعجائز مناعتهم قليلة، يعني لازم نركز على الأطفال والعجائز. يعني منع المدارس بالنسبة للأطفال، ومنع كذلك تجمعات الأطفال في الحدائق في الكذا. يعني هلا احنا ممكن كإجراء احترازي وقفنا المدارس، بس هذا لا يعني تجمع الأطفال بغير أماكن، يعني نركز على هالنقطة هذه. في شيء اسمه الحجر الصحي الطوعي، أنا أسميه الحجر الصحي الطوعي كنوع من الوقاية. قدر الإمكان بهالفترة هاي التزم في البيت، لا تطلع إلا للضرورة. هذا يعتبر نوع من الحجر الصحي كوقاية لك وكوقاية للغير، يعني هذا اسمه حجر الصحي الطوعي. بالنسبة لما أتناول موضوع العيادة السنية أنا أشوف أنه بهالفترة هذه فترة الجائحة المفروض لا يتم علاج المرضى إلا في الحالات الإسعافية الاضطرارية، يعني موضوع سحب عصب أو موضوع الضلوع، هذا صاحبه يكون متألم شديد. يعني المواضيع التجميلية اللي تؤجل قدر الإمكان تؤجل إلى ما بعد تخفيف وطأة هذه الجائحة قدر الإمكان. ويفضل طبعا بالنسبة للطبيب أنه يغسل إيديه بعد طبعا هذا الإجراءات احنا نستخدمها بشكل عام سواء في جائحة ولا ما في جائحة، لكن نركز عليها. في إجراء وقائي ثالث، ممكن احنا كاسة المي تبعت المريض احنا نضيف لها معقم اسمه كلوركسيدين. المريض يتمضمض بهذا المعقم قبل ما يبدأ المعالجة لتخفيف الفيروسات الموجودة في الرذاذ اللعابي. هذا اللي يعني فيه خدمة للطبيب وللمريض. طبعا أمور تعقيم العيادة هذه لازم نركز عليها أكثر، يعني وهي من الحالات اللي احنا نمارسها بشكل يومي، يعني حتى بدون وجود هذه الجائحة.